رمضان كريم عليكم. كلنا بنستنى لحظة الفطار، بس ناس كتير بتتعب بعد الأكل من غير ما تعرف ليه. السنة دي هقول لكم نصايح بسيطة تخلي فطارك أخف وصحتك أحسن طول الشهر. ابدأ إفطارك بيا. أنا طاقة طبيعية سريعة بعد ساعات الصيام، وبتجهز معدتك تستقبل الأكل بهدوء ومن غير إرهاق. ما تشربش المية بسرعة بعد الصيام، خليها على دفعات. جسمك بيعوض السوائل تدريجيا وده أريح لمعدتك. ما تدخلش على الأكل التقيل فجأة، المعدة بعد الصيام محتاجة بداية هادية. الشوربة الدافية تجهزها وتخلي الهضم يبدأ براحة. خفف المقالي على قد ما تقدر، وخلي الأكل المطبوخ هو الأساس. مش لازم تمنعنا، بس ما نبقاش أول اختيار. خلي بالك من الموالح لأنها فيها صوديوم عالي، والزيادة فيها بيزيد الإحساس بالعطش وتخلي جسمك يحتاج مية أكتر. السكريات السريعة بعد الصيام بترفع سكر الدم بسرعة، وبعدها ممكن يحصل انخفاض يخليك تحس بالخمول. خلي العصاير بكمية معتدلة. اختار سحور فيه بروتين زي البيض أو الزبادي أو الفول، بيشبع لفترة أطول. وقلل الموالح واشرب مية تدريجيا. الفول غني بالبروتين والألياف، وبيتم امتصاصه تدريجيا في الجسم، وده بيساعد على ثبات الطاقة ويخليك تحس بالشبع لفترة أطول أثناء الصيام. مش كل ما تزيد الأكل يبقى السحور أحسن، الزيادة بتتعب المعدة والقليل ما يكفيش. التوازن هو اللي يخليك تصوم براحة. ابدأ فطارك صح، تمرة ومية الأول، صلي المغرب وبعدها شوربة وأكل خفيف، وبعد التراويح كل براحتك. كده هتكون مرتاح طول رمضان. ما تنساش اللايك، ورمضان كريم عليك.